السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو جمعت لكم 5 قصص من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر العظيم الذي ما لزمه أحد إلا ويسر الله له أموره وفتح عليه أبواب الخير والبركة. فصدق رسولنا الكريم حين قال: تكفى همك ويغفر ذنبك، فحياتك تتغير للأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا الذكر العظيم. ونبدأ بسرد القصص. القصة الأولى. يقول صاحب القصة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شهرين تقريبا كنت أمر بمرحلة صعبة جدا في حياتي. كثرت الخلافات في بيتي والمشاكل تتراكم واحدة تلو الأخرى. كنت أشعر أنني وصلت إلى طريق مسدود. في يوم من الأيام كنت جالسا في مجلس مع بعض الأصدقاء، وكنت شاردا أكثر من المعتاد، ويبدو أن ملامح الحزن واليأس كانت واضحة على وجهي، لأن أحد الحاضرين التفت إلي وقال لي بلطف: أخي، جرب تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقني سترى الفرق في حياتك. ابتسمت وقتها ابتسامة خفيفة، لكن بداخلي كنت أقول: هل فعلا ممكن أن تغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حياتي؟ ومع ذلك قلت لنفسي: لا ضرر من التجربة. وفي اليوم التالي بدأت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تذكرت، سواء بصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو بالصلاة الإبراهيمية. لم أكن أضع عددا معينا، فقد كنت أرددها وأنا أقود السيارة أو أثناء عملي أو حتى قبل النوم. وبصراحة لم يمر أسبوع حتى بدأت أشعر بتغير حقيقي. الضيق الذي كان يلازمني بدأ يخف، والخلافات بدأت تهدأ بشكل غير متوقع، وحتى في داخلي صرت أكثر هدوءا وإيمانا بأن الله قريب. وبعد مرور شهر تقريبا لاحظت أن معظم مشاكلي حلت بطريقة لم أكن أتخيلها. كنت أرى الأمور تسير بيسر غريب، وبدأت أشعر براحة وسعادة لم أعرفها منذ زمن. أصبحت أكثر توكلا على الله سبحانه وتعالى، وتعلمت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط كلمات نرددها، بل باب من أبواب الفرج. كلما ذكرت اسمه الشريف بصدق شعرت بنور في صدري وسكينة لا توصف. ومن يومها لم أترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كلما ضاقت بي الدنيا أرفع يدي وأقول: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلك الكلمات غيرت حياتي فعلا، وعلمتني أن الفرج أحيانا يأتي من ذكر بسيط لكنه عظيم عند الله. القصة الثانية. تحكي إحدى الأخوات تجربتها فتقول: كنت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، لكن هدفي كان فقط أن تتحقق أمنياتي، ومرت سنة كاملة ولم يتحقق شيء مما أردت. حينها بدأت أراجع نفسي، وقلت: ربما نيتي هي السبب. فغيرت نيتي وبدأت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن يغفر الله ذنوبي، لا لأجل الدنيا بل لأجل الآخرة. وسبحان الله العظيم، ما إن بدأت بذلك حتى رأيت التغيير بعيني. بدأت أمنياتي تتحقق واحدة تلو الأخرى دون أن أسعى إليها كثيرا. كنت أشعر أن الله ييسر لي الأمور بطريقة عجيبة، حتى الأشياء التي كنت أظنها مستحيلة أصبحت ممكنة. تقول أيضا: صرت أقوم الليل وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ سورة البقرة، وأكثر من الاستغفار والصدقة، وأحافظ على صلاة الضحى. أصبحت حياتي مليئة بالسكينة والرضا. لم أعد أؤجل الطاعات كما كنت سابقا، ومنذ ذلك اليوم تغير كل شيء في حياتي. نصيحتي لكم: لا تؤجلوا الخير، لا تقولوا غدا سأبدأ، ابدأوا الآن. ابدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلوا لأنفسكم برنامجا إيمانيا بسيطا ترتقون به روحيا وتشعرون معه بشفاء القلوب من الحزن والضيق. فالسعادة الحقيقية ليست فيما نملك بل في قربنا من الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. القصة الثالثة. تقول صاحبة القصة: كنت دائما أسمع أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجلب الراحة النفسية ويكون سببا في تفريج الهموم. وذات يوم سمعت تجربة فتاة قالت إن مداومتها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ساعدتها على التعجيل بزواجها. شعرت بالأمل وقلت لنفسي: ولم لا أجرب أنا أيضا؟ لعلها تكون وسيلة تقربني من الله عز وجل.
فبدأت أكررها يوميا أكثر من 100 مرة وأحيانا أكثر. لكن بعد فترة شعرت بالإحباط، خاصة عندما علمت أن جارتي خطبت بينما أنا لم يتغير شيء في حياتي. حزنت كثيرا حتى لاحظت أمي ذلك، فجلست معي وسألتني عن السبب. حين أخبرتها بما كنت أفعل ابتسمت وقالت لي: يا ابنتي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، لكنها ليست وسيلة لجلب أمر دنيوي فحسب، بل هي وسيلة لصفاء القلب ونيل محبة الله وغفران الذنوب. الزواج رزق من الله يأتي في وقته، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك أقرب لمن يرزق. تقول الفتاة: كلمات أمي غيرت نظرتي تماما. صرت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل الزواج فقط، بل لأجل القرب من الله. ومع الوقت شعرت أنني أصبحت أكثر هدوءا وأكثر راحة وطمأنينة، وازدادت علاقتي بالله قوة. وبعد فترة قصيرة تحقق ما كنت أتمناه، وتمت خطبتي من شاب صالح متدين. وأحمد الله اليوم على كل ما مر بي، لأنه علمني أن كل شيء بيد الله وحده. القصة الرابعة. يقول صاحب القصة: كنت أعيش حياة صعبة بعد أن فقدت والدي، وليس لي في هذه الدنيا إلا أختي الصغيرة التي كنت أعتبرها مثل أمي الثانية. كنا قريبين جدا من بعضنا، وكنت أحاول جاهدا أن أوفر لها كل ما تحتاجه. وحين جاء موعد زواجها عملت ليلا ونهارا لأجهزها كما يليق بها، لكن فجأة أعلنت الشركة التي أعمل بها إفلاسها، وتم فصلي من العمل. شعرت وكأن الأرض انشقت من تحتي. لم يعد لدي مصدر رزق، ولم أعد قادرا حتى على توفير الطعام لنا. أكثر ما كان يؤلمني وبكاء أختي ليلا بصمت، لأنها لا تريد أن تشعرني بالحزن أو العجز. يقول: بدأت حالتي النفسية تسوء، حتى فكرت في أمور مؤلمة لا تليق بالمؤمن. كنت على وشك الانهيار التام، لكن الله ألهمني طريق الفرج. في أحد الأيام وأنا في صلاة الفجر بالمسجد سمعت الإمام يتحدث عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب في انشراح الصدر وزيادة الرزق وفك الكرب. عدت إلى بيتي وقررت أن أجربها. بدأت أردد الصلاة الإبراهيمية كل يوم بعد الصلوات، ولم تمض أيام قليلة حتى بدأت أبواب الفرج تفتح لي. اتصل بي أحد معارفي وعرض علي وظيفة جديدة براتب أفضل مما كنت أحلم به. عدت للعمل وتمكنت من إكمال جهاز أختي، وتزوجت وهي سعيدة مطمئنة. أدركت وقتها أن الله لا يترك عبدا لجأ إليه بصدق، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في نجاتي من الحزن واليأس، فالحمد لله دائما وأبدا. القصة الخامسة. يقول صاحب القصة: أنا من السودان، ومن قلب العاصمة التي ما زالت تعيش ويلات الحرب منذ أكثر من 3 أشهر. خلال تلك الفترة الصعبة كان والدي في المنزل بلا عمل، لكن الله الرزاق تكفل بنا بفضله أولا، ثم بعون الأهل والأقارب من الولايات ومن الخارج. كنا نحمد الله دائما، لكن مهما استمر العون لا أحد يستطيع أن يعينك إلى الأبد. وذات يوم انتهى كل ما نملكه. لم يكن في البيت ما نأكله في اليوم التالي، ولا نعرف من أين سنأتي بحاجاتنا الأساسية. كان ذلك يوم الأربعاء، وفي وسط ذلك الضيق العجيب شرح الله صدري فجأة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شعرت بانشراح وسعادة لم أذق مثلها من قبل، كأن الدنيا كلها لا تساوي لحظة ذلك الصفاء والطمأنينة. جلست أردد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله في نفسي أن يرزقنا ما يكفينا ليوم غد فقط. كنا نحتاج إلى 5000 جنيه فقط لنشتري ما يسد رمقنا، خاصة وأننا نستخدم الفحم بدل الغاز في الطهي. وكانت في قلبي أيضا حاجة أخرى شخصية كنت أستحي حتى أن أذكرها لبشر، لكني بثثتها لله وحده. مر يوم الخميس وأنا ما زلت أداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت ليلة الجمعة، وإذا بأحد أقارب والدي من الخارج يرسل له 50,000 جنيه. والله لم أصدق في البداية، وجلست أردد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كنت قد طلبت فقط 5,000، فأكرمنا الله ب10 أضعافها. رزق وفير كفانا لأيام عديدة. وقضى الله لي أيضا حاجتي الثانية في يوم الجمعة نفسه. سبحان الله، رأيت بعيني كيف يرزق الله من يشاء من حيث لا يحتسب، وكيف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الفرج والرحمة.
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.